الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. إن شاء الله كل عام وأنتم بخير يا أحلى صبايا، وينعاد عليكم يا رب وأنتم محققين كل شي بتتمنوا. ومثل مو شايفين اليوم وصفتنا معمول، بس شو معمول غير شكل طالع. ساويت أنا هي الوصفة بالعيد الصغير وقلت لازم شارككم فيها على العيد الكبير. عن جد يعني كتير الطعمة طلعت خيال ولا أنجح من هيك، يعني المقادير والعيارات مزبوطة 100%. وإن شاء الله هيك بتستفيدوا منها ورح تدعولي عليها هالطريقة. يعني هي الطريقة ما فيها شيء مثل طريقة يعني ستاتنا وأمهاتنا القدماء، يعني ما فيها أي لبكة ولا أي تفاصيل. جبت 1.5 كيلو طحين عادي بسموه هون زيرو، وضفت عليه نص كيلو طحين فرخة وخلطتهم هيك مع بعض. وكنت أنا هون جايبة سمنة مخلطة، سمن نصها نباتي ونصها حيواني. الكيليين طحين بدهم كيلو سمنة. انتوا إذا حبيتوا تستغنوا عن السمنة الحيوانية ما بيأثر، بس هي يعني إنه أصولها إنه تكون سمنتها أطيب. وهلأ هيك صرت أدعكهم كتير منيح، يعني لحتى صارت هيك العجينة عندي مثل المرهم. وهلأ لحطها أنا بالبراد ترتاح شوي، بس لأنه لا تبرد، لأنه مثل مو شايفين هلأ كتير هيك طرية. وأنا عندي هون بقى لبين ما تبرد لحضر الحشوة. أنا بدي ساوي عجوة وفستق وجوز. هلأ أنا هون عندي العجوة قاسية، ضفتلها هيك مثل ما شفتوا فنجان مي، وسخنتها شوي كمان بالميكروويف مشان تطرى أكتر، وحطيت لها 2 معلقة سمنة، وصرت أدعكها منيح لحتى صارت طريت معنا تمام. لأنه إذا حطيتوها قاسية يعني بتطلع بقلب القرص قاسية. وهلأ هون كمان الجوز حطيته بمحضرة الطعام وطحنته. انتو لا كتير يعني تطحنوه ناعم، يعني هيك يعني شي 2-3 بمحضرة الطعام كتير منيح. وانا كان عندي قطر سميك شوي كمان هيك خلطتهم مع بعضهم وحطيت لهم شوية سمنة. وانتو اذا شفتون لساتهم هيك ناشفين كمان ضيفوا يعني قطر. وكمان مشان يشبك معنا ويصير يتشكل معنا بطريقة سهلة ضفت عليهم 2 معلقة سكر بودرة. وفي ناس يعني هو الجوز بتحب تضيف عليه قرفة، في ناس تحب تضيف عليه هيل، يعني انتو كيف النكهة اللي بتحبوها فيكن تساوى. وهلأ بدي حطها بالبراد لتبرد معنا منيح مشان اقدر شكلهم. وهلأ هون بعد ما بردت معي العجينة مزبوط، انا كنت هون محضرة بالزبدية 2 سكر وعليهم 2 مي. هلأ 2 سكر كل كاسة تقريبا 200 ميلي، والمي كمان نفس الشي قد بقد. وهلأ هيك خليته يدوب شوي السكر مع بعضه ومع المي وكتيتهم فوقهم. هلأ انتو بتشوفوا انه غرقت يعني العجينة بالمي، بس هي عادي يعني انتو هيك بتحسوا انه مياتها كتار، بس هن لا، هذا العيار المزبوط واللي كنا دائما نساويه وما غيرناه أبدا. ما بدها تعقيد هالعجينة أبدا أبدا، يعني ما في ولا أبسط من هيك. وصرت هيك مثل مو شايفين قلبها تقليب وحركها هيك تحريك، ما بدها عجن أبدا أبدا، وكتير سهلة يعني هيك ورخفة طلعت هالعجينة وما بتغلبكم بالتشكيل أبدا أبدا. هلا هيك تميت هيك حركها يعني تقريبا شي 1-2 حركتها، وبعدين كمان بدي رد ارجع حطها بالبراد لحتى هي الطحين والسميد يغب كل هالسوائل. وهلأ هيك مثل مو شايفين صارت جاهزة معنا، بدي ريحها. وهلأ بس لريحها تقريبا حطيتها بالبراد ساعة زمان. بدي بلش بقى بتشكيل الأقراص. أول شي حبلش بالعجوة. جبت هيك شقفة عجوة ومديتها هيك يعني مثل مو شايفين بشكل طولي مشان يسهل علي تقطيعها، وقطعتهم كلياتهم قد بعضهم. وهلأ هذا العيار قسته على القالب طلع معي كتير منيح العيار. ومثل مو شايفين ما في أسهل من هيك ولا أبسط من هيك. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر.
وانتو كمان خبروني صبايا، عملتوا معمول ولا لا ما عملتوا؟ مين طالع عنكم على هالسنة على الحاج؟ إن شاء الله هيك يا رب السنة الجاية نكون كلياتنا، كل مين مشتهي يكون على جبل عرفات يا رب العالمين. وهلأ مثل مو شايفين شكلت أنا حشوة الجوز بهالطريقة. هلأ أنا كمان سويت فستق بس ما صورته، قلت مشان ما يطول عليكم الفيديو كتير، يعني بنفس طريقة الجوز عملتها نفسها بالضبط، بس ضفت عليهم معلقة كبيرة ماء الورد، كتير طلع طيب معها. والفستق صبايا إذا أنتو عم تلاقوه قاسي وهيك بدكن إياه يكون مثل تبع السوق، إنه وقت تعضوها ما تكون قاسية وعم تقرط، بس ضيفوا على الفستق هيك نقطتين مي، بتلاقوها إنه طريت، وقلبوهن بالمي لحتى إنه الفستق تلاقوه إنه غب الميات. وكمان هيك تبلوه بالطحين والسكر البودرة، وانتو إذا بتحبوا ماء الزهر ضيفوا له. وفي ناس كمان شفتن إنه عم يضيفوا عليها راحة كمان طيبة بتطلع بالراحة. وهلا هيك بعد ما شكلتن كلياتن حطيتن بالفرن وشويتن مثل مو شايفين أقرب شي من فوق، وهيك طلعت معنا النتيجة النهائية. هي الكمية اللي طلعت معنا عن جد صبايا، ولا أطيب من هيك، طلعوا هيك طرايا وعم يفرفطوا، ونكهتهم كتير كتير ظريفة، وطريقة شغلهم كتير سهلة. يعني عن جد هي المقادير وهي العجينة كتير سهلة. أنا حأكتب لكم هلأ المقادير بصندوق الوصف مشان ترجعوا له. وإن شاء الله هيك كل سنة وأنتوا سالمين يا صبايا، وينعاد عليكم وأنتوا بألف ألف خير. ولا تنسوا صبايا إذا حبيتوا الفيديو واستفدتوا منه، لا تنسوا ما تحطوا لايك على الفيديو، وتكتبوا لي هيك تعليق حلو من تحدياتكم، وتشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس مشان يصلكم كل فيديو جديد هيك بنزله أنا على القناة. وباي باي صبايا. الله